السلام عليكم. اليوم راح اسوي كب كيك بالشوكولاتة، وهاي المقادير: نص كوب سكر، نص كوب كاكاو بودرة، نص كوب حليب، كوب طحين، ونص كوب زيت، وثلاثة بيض، وكيس واحد بيكنج باودر، ورشة ملح. هسه راح اخلي المواد السائلة بالخلاط، اسوي بالخلاط. هذا نص كوب الحليب، وهاي رشة الملح. هسه راح اخلي الزيت والبيض. هسه انا خليت بالخلاط البيض والزيت والحليب ورشة الملح، وهسه راح اخفقه. اول شي اخفق المواد السائلة. وهسه راح اخلي نص كوب السكر وهم اخفقه. هم حشغل الخلاط. هسه حخلي المواد الجافة: كوب الطحين، ونص كوب كاكاو بودرة، كيس البيكنج باودر كله. هسه حشغل الخلاط مرة ثانية. وهذا شكله النهائي. هسه راح اخليه بقوالب الكب كيك وراويكم شكله. وهاي قوالب الكب كيك انا خليته بقالب سيليكون، وهذا الكاغذ مالته. بس حخليه بالقوالب. ما ترسى، خليه نصه. كل كب بخلي بيه نص. وانا مشغله الفرن. هسه كمله كله وخليه بالفرن. وراكم بعدين شلون شكله. هسه هذا شكله بعد ما طلعته من الفرن. هذا شكله. هسه راح ازينه بالشوكولاتة. هاي العلبة من الشوكولاتة حزينه بيها. هسه كله راح اخليه للشوكولاتة وزينه وراجعت لكم. وهذا هو شكله النهائي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، ومع السلامة.